اصبر على ابني لغايه ما يسمعني، اصبر على ابني لغايه ما يفهمني، اصبر على ابني لغايه ما يبتدي ينفذ، اصبر على الناس اللي بحبهم، اصبر على امي لغايه ما تفهم، او لغايه ما تحس انا عايزه اقول ايه، او لغايه ما تاخد بالها ان اللي كان بينا سوء تفاهم وهي ما خدتش بالها مني، او ان انا ما كانش قصدي. اصبر على الراجل اللي انا بشتري منه حاجه في الشارع ومش فاهمني، اصبر على جاري اللي كل ما صبح عليه ما يردش، فاقول اما الراجل ده غلس بجد. طب ما هو يمكن ما يكونش سمع، ده بقى الصبر. ما هو يمكن ما سمعنيش، فالمره الجايه هقول له تاني صباح الخير هيسمعني. اصبر 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 على كل حاجه انا حاسه ان هي صح، وهحس منين انها صح؟ هحس بقلبي، وقلبي ده متوصل بجسمي العاطفي. وعلى فكره كلنا عارفين ان القلوب هي اهم حاجه، بس مش عارفين نطبق الحكايه دي ازاي. كل حاجه، وبلاش اقول صح وغلط عشان مش بحب الحكم على الناس او الحكم عليا، بلاش نبقى كلنا قاضي زي ما بنعمل وكلنا قاعدين بنحكم وده صح وده غلط وانا صح وانت غلط، لان ده بيعمل لنا مشكله كبيره قوي برضه هنتكلم عليها بعد كده. قلبي دايما هيقول لي الحكايه دي مناسبه او مش مناسبه، اللي بيحصل ده صح ولا مش صح، اللي بيحصل ده هيريحني او مش هيريحني، اللي بيحصل ده خير ولا شر، او هيجي من وراه خير او هيجي من وراه شر. ما هو اصل قلبي عارف كل حاجه، قلبي جواه في الفطره اللي بتخلينا كلنا نحس اذا كان الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هيوصلنا في الاخر للراحه ولا مش هيوصلنا في الاخر للراحه. ما هو زي ما دايما بقول، هو الراجل اللي عنده طياره خاصه والراجل اللي عنده حماره او ما عندوش حاجه خالص، عنده جزمه مقطعه يا دوبك راكبها، هما الاثنين عايزين ايه؟ مش عايزين غير حاجه واحده بس، عايزين يرتاحوا. يبقى كلنا طول النهار بنعمل كل اللي احنا بنعمله، بنذاكر ونتعلم ونشتغل ونتعب ونحاول نربي ولادنا ونحاول ننظف بيتنا ونحاول نهتم بمظهرنا، وكل الحاجات اللي احنا بنعملها كلنا طول النهار بنعملها علشان نرتاح. يعني ايه نرتاح؟ عشان يبقى جوانا كده في حاجه، احساس معين بالسعاده. بس بحاول ما اقولش سعاده، علشان لما اقول كلمه سعاده في ناس كتير تقول ايه يعني ايه سعاده؟ وسعاده دي كلمه كبيره قوي 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 قوي، ممكن نقعد نتكلم فيها كتير، بس عشان انا دايما بحب اقول انا صاحبه مدرسه كبيره قوي قوي اسمها، هي اسمها على فكره مش بالعربي بس انا هقول اسمها كيس. كيس يعني KISS، يعني keep it simple and stupid، وبلاش نقول stupid فخلينا نقول ايه keep it simple and sweet. يعني بسطوا الامور يا جماعه، بسطوها وسهلوها هتسهل. فكل الناس اللي قاعده بتتكلم على السعاده اخرها هو انا مبسوط. يلي بتسأل على السعادة، يلي بتسأل على الحياة، السعادة مش في منصب او فلوس كتير وجاه، السعادة في ابتسام الطفل لسه الخير جواه، في احساس واحد بيغرق وبترميله طوق نجاه. طب انتوا مبسوطين؟ اشك في ناس كتير قوي ماشيه مش مبسوطه، عشان مستنيه انه الشعور بالسعاده او الانبساط او الراحه ده هيجي لها من بره، من ساندوتش هتاكله، من فستان جديد هتشتريه، من بدله جديده، من عربيه جديده، ويقعدوا يغيروا العربيات ويشتروا في الفساتين ويجيبوا في الشنط الجديده وياكلوا وياكلوا ويتخنوا وبرضه مش مبسوطين. ليه؟ عشان مفيش حاجه بتمنح، مفيش حاجه ممكن تجيلنا من بره، كله بيبتدي الاول جوه. واول حاجه لازم تكون عندي هي المشاعر الايجابيه الصادقه. اولها الحب زي ما قلنا، تانيها الصبر، بعد كده بقى اي حاجه حلوه تيجي تبقى اضافه جميله. لكن اهم حاجه اخد بالي ان انا اشيل وانظف الحاجات السلبيه او الغير ايجابيه. واول حاجه في الحاجات السلبيه زي ما اتكلمت على الحب في اول حاجه في الحاجات الايجابيه، هتكلم على الحاجه الرئيسيه اللي بتبوظ الحب. واكتر حاجه بتبوظ الحب هي الخوف. وناس كتير قالت جايز الحقد او جايز الغيره او جايز الحسد او جايز الكره، بس هقول لكم بقى
ان كل دول ما بيجوش غير من الخوف. ما هو انا بحقد على جاري او صاحبي او صاحبتي ليه؟ عشان خايفة لحسن يبقى احسن مني. طب وايه يعني لو كان احسن مني؟ ما هو لو كان احسن مني يبقى هو عنده حاجات اكتر مني، يبقى انا بقيت قليل. يعني ايه انا بقيت قليل؟ يعني بقيت مش حابب نفسي. شفتوا الحكاية بسيطة ازاي؟ كله في الاخر يوصلنا لحبي لنفسي. وانا خايف من ايه؟ انا بحسد زميلتي عشان هي احلى مني. طب وايه يعني؟ ما هي لو احلى مني يبقى انا اوحش منها، يبقى انا اقل منها، يبقى انا ما بحبش نفسي وانا قليل، يبقى برضه رجعت ان انا ما بحبش نفسي. شفتوا بسيط ازاي؟ يبقى انا لو شلت كلمة خوف، انا ما بصبحش على الناس بابتسامة. ليه؟ بخاف لحسن يقولوا عليا بتلزق فيهم. شفتوا؟ كلمة خوف جت اهي. انا ما بحبش مثلا اقول لرئيسي في العمل، تعالوا نجيب مثال متكرر، ان الموضوع ده مش عاجبني. ليه؟ اصلي بخاف يغضب عليا، ولو غضب عليا جايز ما ترقاش، او جايز يعاملني وحش، او جايز يكتب تقرير غلط. يبقى كل حاجة وكل سلوك وكل حاجة سلبية بعملها في حياتي اليومية مهما كانت حاجة بسيطة او حاجة كبيرة الاتنين زي بعض، هلاقي ان اساسهم خوف. يبقى انا لو شلت الخوف من حياتي في حاجات كتير قوي سلبية تختفي، حياتي هتتحسن قوي قوي قوي. لو انا قلت انا بحب نفسي زي ما هي، بعيوبها وباللي عندها، بحجمها سواء كان قد كده او قد كده، انا برضو بحب نفسي، يبقى ايه؟ يبقى مش هحقد لاني مش هخاف ان فلان احسن مني، او مش هحسد لاني برضو مش هخاف انه عنده اكتر مني. ما انا اصلي بحب نفسي زي ما هي، قد كده او قد كده. شفتوا الدنيا سهله ازاي؟ محتاجه امسك حاجتين في ايدي، الحب والخوف. الخوف اشيله والحب اكبره. الحب اعتنقه، والحب اعيش بيه، والحب اتكلمه، والحب اقوله، الحب افكر فيه، الحب اشوفه. الحب اشوفه في كل حاجه، ابص لاولادي كده وابص في عينيهم واقول بحبكوا قوي وانا باصه في عينيهم. ودي مشكله كبيره قوي قوي. كتير من الامهات لما بيكلموا ولادهم، او كتير من الناس، بلاش بس الامهات، اصل انا على فكره اكتر حاجه اهم حاجه عندي في الدنيا هي الولاد الصغيرين. ليه؟ عشان دول لسه بيكبروا، فهنقدر نلحقهم قبل ما حاجه غلط تحصل. فعشان كده تلاقوني الف والف وارجع اتكلم تاني عن الولاد الصغيرين والامهات. فاقول لكم مش مهم الولاد الصغيرين والامهات دلوقتي، اي اتنين بيكلموا بعض لازم يكون في اي كونتاكت، لازم يكون في تواصل بالعينين. مش معقول انا بكلم حد وابص في الموبايل زي ما الناس بتعمل، بكتب رساله زي ما الناس بتعمل، بكلم حد وانا باصه الناحيه الثانيه، او بدور على حاجه في شنطتي. على فكره دي حاجات متكرره مننا كل يوم. بس ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه كبيره قوي 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 قوي. العين مرآة القلب، والعينين لازم تنقل مشاعري اللي قدامي. ولو كنت عارف كده هتحاول انك انت تنقل كل صدق، تنقل كل حب، تنقل كل احترام، وتحطه في عينيك وتوصله اللي قدامك. وبعد كده بقول لي علاقاتك الانسانيه هيبقى شكلها ايه؟ هتبقى كلها انجح، هتبقى كلها اسهل، هتبقى كلها الطف. الدنيا كلها هيبقى مليانه طاقه ايجابيه، الدنيا كلها هيبقى فيها ناس مبتسمه ومتواصله وشايله كم من المخزون الايجابي اللي عايزه توصله. وهفكركم بحاجه عشان تصدقوني ان انا كلامي مظبوط. لما مين نكلم حد ونلاقيه مش قادر يبص في عينينا بنقول عليه ايه؟ كذاب، صح؟ بنقول دايما الكذاب ما يقدرش يبص في عينينا، وده حقيقي، لانه العينين بتنقل نقله مباشره ما فيهاش اي تغطيه اللي انا شايلاه جوايا. فعشان كده لما الناس بتكذب بتخبي عينيها او تبص في الارض. عشان كده لما اكون مكسوفه ببص في الارض. عشان كده لما اخجل من نفسي من حاجه عملتها ابص في الارض، لاني ما بقدرش ارفع عيني عشان ابين اللي جوايا. شفتوا المشاعر مهمه ازاي؟